أولا بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أنا بدوري كذلك حضوري اليوم في هذا اللقاء هو حضور متميز، حضور اللي حقيقة نشوفوا أنه حضور مع هذا الكيف والكم من النساء الطيبات اللي فعلا واكبوا هذه القضية اللي احنا كندافعوا عنها كاملين، اللي هي قضية الصحراء المغربية والثوابت والروابط التاريخية اللي حقيقة اليوم تواجدنا أنا والنائب الأول للتكتل الصحراوي الدولي للوحدة الوطنية والرئيس الجهوي مع تعيين السيدة الرئيسة الجهوية هو تواجد يعني ارتباطي بما فيه معنى الكلمة، ارتباطي لأنه هذا التكتل هو تكتل مبني على ترابط جهات المملكة على الروابط التاريخية اللي خلاونا الأوائل وخلاونا باتنا وجدودنا مع الملوك العلويين. وبالتالي أظن أنه اليوم هذا يعطينا صورة خاصة للتكتل، يعطينا صورة خاصة للتكتل، أنه تكتل مدافع عن أن الوحدة خط أحمر، وأن المقدسات خط أحمر، وأن كذلك من يمس بأي شبر من أرضنا فهو يعني خط أحمر بالنسبة لنا كتكتليين تكتليات. فعلا أنا كنت في دار البيضاء البارح مع بعض الإخوان المكتب المسير اللي كنا في لقاء مع جميع الفروع اللي عندنا من أجل يعني تهيئة الملتقى في اليمين باب الصحراء الليلة يكون في شهر 5 بإذن الله، وكذلك بعض النقاشات اللي يمكن توصلنا أن نكون وجه جديد سياسي جديد يدافع بامتياز عن الطرح اللي هو طرح اللي مقبول من طرف جميع الدول العظمى وكذلك الأمم المتحدة، ودائما في كل يعني القرارات الأممية اللي كتشوفوا تجي فيها أنه لا غالب ولا مغلوب والحل الوحيد هو الحكم الذاتي. فإذا احنا من خلال الرؤية الاستراتيجية الملكية السامية اللي احنا وراها بطبيعة الحال اللي هي استراتيجيتنا وهي كذلك أهدافنا الأساسية، نمد اليد لإخواننا في الجزائر ونمد اليد كذلك لإخواننا المقرر بهم لمدة 50 سنة في دولة وهمية اللي احنا فعلا كصحراويين نتأسفوا لها، وكصحراويين نتأسفوا اللي مازال بعض أخوتنا وأخواتنا متمسكين بهذا النوع من التشرد، النوع من البيع والشراء، النوع من مع دولة اللي هي حقيقة دولة اللي واحلة فرصة. وبالتالي هل الجزائر يمكن لها أن تصلح أنفسها مع أنفسها، وبالتالي ما يمكن لها أن تدعم دولة وهمية لمدة 50 سنة. وبالتالي أنا فعلا كما تعرفوا أنا من مواليد الداخلة، فعلا مشيت 11 سنة للبوليساريو. أنا من اللي طرات اللي جينا في 92 بعد يعني خطاب السامي اللي كان صاحب الجلالة الحسن الثاني طيب الله ثراه إن الوطن غفور رحيم. وبالتالي كنت من المحظوظين اللي كنا آنذاك في إسبانيا وعدلنا حزب، وبالتالي دخلنا للمملكة، واليوم الحمد لله لنا 30 سنة ندافع في كل يعني المنتديات الدولية على قضيتنا اللي هي قضية عادلة، وقضية كذلك الجميع يعرف عنها هناك روابط تاريخية لا رجعة فيها. اليوم احنا وجودنا هون مرة أخرى يعني كنسلم على هذا الجمع، وكنسلم على الأخوات اللي رانا يامس، وكنهنيهم على هذا المكتب. وفعلا المكتب اللي يكون من عيار ثقيل لأنه فيه عدة شخصيات اللي واكبت واللي تعرف عن قرب قضية الصحراء المغربية. أتمنى لكم التوفيق ونشكركم مرة ثانية، ونخلي الكلمة لإخواننا.